وبوصفة الليمون المخلل المعصفر هنكون وصلنا لتالت جزء في مخللات رمضان، وهنحضره مع بعض النهارده بكل سهولة. حتى لو أول مرة بتعملوه هيطلع معاكم تحفة وناجح من أول مرة. يلا نبتدي مع بعض. ويفضل هنا إن أنا أستخدم الليمون المصري اللي بيكون لونه أصفر مش الأخضر، لأن ده بيكون طعمه أحلى في التخليل. ببتدي إن أنا أقطع الليمون بالشكل ده، وابتدي إن أنا أقطعه كله بنفس الشكل كده وأفتحه. بعد كده ببتدي إن أنا أنزله في مية مغلية، أسيبه فيها يغلي لمدة من 10 دقايق لربع ساعة. بعد كده ببتدي ان انا ابرد الليمون واشطفه اكتر من مره، وبتخلص تماما من الميه اللي سلقت فيها الليمون. بعد كده ببتدي ان انا اعمل الخلطه بتاعه حشو الليمون، والحشوه دي بتكون عباره عن جزر مبشور، وبضيف عليه كمان معلقتين من الهريسه، وبضيف عليه العصفر، وابتدي كمان ان انا اضيف عليه حبه البركه، وابتدي ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا. وهنا تقدروا تضيفوا ملح، وضفت عليهم معلقتين من الكركم، وضفت عليهم الزيت، وابتدي ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا كده لغايه ما كلهم يمتزجوا مع بعض. بعد كده ببتدي ان انا احشي الليمون بالخلطه اللي انا عملتها. طبعا كميه الخلطه اللي جوه الليمون دي بترجع للذوق بتاعكم، وبترجع انتوا بتحبوا قد ايه، لو بتحبوه كتير او قليل. بعد كده بعد ما بحشي الليمون كله ببتدي ان انا ارصه في البرطمان بتاعي اللي بيكون مغسول ومعقم كويس جدا، وابتدي ان انا ارصه فيها. وخلي بالكم ان احنا ما نخليش فراغات بين الليمون، يعني نقفل كويس قوي عليه في البرطمان. بعد كده محلول التخليل اللي بخلل بيه الليمون، لكل لتر من الميه بضيف معلقتين كبار قوي من الملح، وبضيف عليهم كمان ربع كوبايه من الخل، وربع كوبايه من الليمون، ومعلقه كبيره من السكر. وببتدي ان انا اقلبه. مهم قوي هنا في المرحله دي ان انا ادوق، وانا هنا ضفت معاهم معلقه من الهريسه، ولازم ادوقه والاقي ملحه زياده. بعد كده بعد ما رصيت الليمون بتاعي كله في البرطمانات ببتدي ان انا اضيف عليه محلول التخليل، وبضيف عليه كمان زيت الزيتون او زيت عادي، وابتدي ان انا اقفله كويس جدا. طبعا اختياري، تقدروا تضيفوا من فوق شبت، او تقدروا ان انتوا كمان تضيفوا عليه، انا بضيف عليه ورق الغار، وبضيف عليه من هريسه الشطه بحيث ان هو يحافظ عليه. وطبعا يا جماعه مش قادره اقول لكم قد ايه طعمه خطير وتحفه جدا. جربوه، تقدروا تاكلوا منه على اول يوم رمضان، وقولوا لي ايه رايكم. ولو جربتوه نزلوا لي صوركم وابعتوها لي في الكومنتس علشان انزلها في الفيديو اللي جاي.